ما تشبعوش منا. تبعوا معايا طريقه التحضير وندوزو للمقادير. بالنسبه للمقادير، عندي راس معلقه ديال السودانيه غبره، عندي راس معلقه ديال الابزار الاسود، راس معلقه ديال الكركم، عندي معلقه ديال الملح، وعندي معلقه ديال الكمون، معلقه ديال البابريكا، عندي شويه ديال الزعتره وورقه الرند، عندي بصله مشلضه، 4 الفصوص ديال الثوم، صلصه ديال الطماطم اي نوع كتفضلوا، عندي نص كاس ديال زيت المائده، 4 كاس ديال عصير الليمون حامض، وعندي زلافه د مطيشه محكوكه، عندي الجزر والبطاطس مقطعين دوائر مسلوقين نص سلقه، وعندي الفلافل خضراء وحمراء مقطعين شرائح طوليه للتزيين. وبالنسبه للسردين مغسول مزيان ومنقيه من الشوك ديالو كامل، ومن بعد كنوضع عليه العصير ديال الليمون حامض. هنا كنوضع التوابل في الاناء كاملين كنضيفهم، وغادي نزيد عليهم الزيت المائده، ممكن نضيفوا زيت الزيتون الا توفرنا عليه حتى هو كيجي يعطي نسمه لهاد الوصفه هذه، وبنه. وغادي نزيد عصير الليمون حامض. هنا عندي البصله مشلضه كنضيفها، هاد البصله كتجي بنينه بزاف مع هاد السردين. جربوا الطريقه هذه غتعجبكم بزاف خصوصا مع التتبيله. وغادي نضيف القزبر ومعدنوس، غادي نخلط مزيان التوابل ديالي حتى يتجانسوا لي مع بعضهم ويتخلطوا مزيان. بالنسبه للناس اللي اول مره كيشاهدوني، ما تنساوش تشاركوا في الصفحه وتفعلوا زر الجرس فضلا وليس امرا الا عجبكم المحتوى اللي كنقدم. هنا كناخذ مطيشه كنضيف عليها 2 ديال المعالق ديال ديك التتبيله اللي وجدت معكم، وكنضيف الصلصه ديال الطماطم اي نوع كتفضلوه. غادي نخلطها مزيان بملعقه حتى كيتجانسوا مع بعضهم. من بعد غادي ناخذ اللاطه اللي غادي ندخل الفرن، غادي نفرغ فيها هاد الصلصه، ومن بعد غادي نسرحها بالملعقه. صدقوني هاد اللاطه كتجي بنينه بزاف وغادي تعتمدوها الا جربتوها بهاد الطريقه هذه، كتجي بنينه بزاف ما تشبعوش منها. غادي ناخذ السردين وكنستفو على هاد الشكل هذا، ومن بعد غادي ناخذ التتبيله. كنوضع كل سردينه كنوضع عليها القليل من الصلصه، وكنضغط بالملعقه حتى باش كتبل لي مزيان. من بعد غادي نوضع عليها السردين من الفوق على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، وغادي نزيد ورق الرند في الجنيبات كنوضعو في الصلصه. وغادي ناخذ الزعتره كنرشها على السردين كتعطيه البنه والنسمه كتواتى مع السردين. من بعد غناخذ البطاطا كنوضعها في الجنيبات على هذا الشكل هذا، البطاطا مسلوقه نص سلقه، غادي نستفها على هذا الشكل هذا في الجناب ديال السردين. من بعد غناخذ الفلافل اللي مقطعين بشكل طولي، فلفله خضراء وحمراء كنستفهم كيعطيونا الشكل وكيعطيونا حتى النسمه. غادي ناخذ الجزر حتى هو غادي نوضعه في الوسط، الجزر حتى هو مسلوق. ومن بعد غادي نستف شرائح ديال الليمون حامض كما كتشوفوا. غادي نوضع الصلصه على السردين حتى هو باش كيجي بنين، يعني كنضيف عليه التتبيله هو والبطاطا. على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا كنحاول نغطي السردين كامل بهاد لاصوص، حتى الجزر كنضيف عليه وكنخلطو باش حتى هو كتدخل فيه البنه. من بعد غادي نوضع الزيتون مشرمل. في هذه الاثناء انا مسخنه الفران وغادي ندخل اللاطه ديالي طيب على خاطرها حتى كتحمر، كتجي بنينه بزاف ما تشبعوش منها. جربوها وغادي تعجبكم، غتعتمدوها ان شاء الله. طريقه سهله والبنه ديالها كتجي هائله. كنتمنى منكم تجربوا هذه الوصفه، وشكرا للمتابعه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده.